عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم تاني وحوادتنا اللي ما بتخلصش، ويلا بينا نبتدي الحدوتة. ولكن قبل ما نبتدي ما تنسوش لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم اشعارات او اي فيديوهات بننزلها. يلا بينا على الحدوتة، يلا بينا. كان يا مكان يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. أيام الأسرة 17 كان في الفترة دي في الهكسوس، وبما إن إحنا في شهر أكتوبر وحرب أكتوبر المجيدة وانتصارات المصريين فيها، هنتكلم كمان عن حرب التحرير، بس مش هنتكلم عن الحرب ولكن هنتكلم عن واحدة ست ودورها في الحرب. هنتكلم عن ملكة اسمها إياح حتب أو إعح حتب الأولى. دي كانت زوجة سقمنراع الثاني، وده كان من ملوك الأسرة 17 واللي تولوا قيادة حرب التحرير ضد الهكسوس في الفترة دي. كانت مراته هي إياح حتب، ورغم ان جوزها توفى او مات في الحرب، ولكن دفعت بابنها ليكمل او ليكمل مسيرة ابوه، وبرضه مات اللي هو ابنها كاموس. وطبعا جه بعد كده ابنها احمس، وده اللي انتصر وتولى الحكم واصبح هو من ملوك الاسرة 18. اللي يبين دور الست دي مش مجرد كلام، ولكن ابنها أحمس في لوحة حجرية كانت وجدت في الصرح الثامن في معبد الكرنك، وكان بيتكلم أحمس عن أعماله. منسيش إن هو يتكلم عن أمه، فهتلاقيه بيقول إيه؟ امدحوا سيدة الأرض، سيدة جزر البحر المتوسط، ذائعة الصيت في كل بلد أجنبي، هي التي تضع الخطط للناس فلتعش سليمة معافاة، ابنة الملك، أم الملك، النبيلة العالمة أو التي تعرف الأشياء، التي ترعى شؤون مصر، والتي اهتمت بأمر جيشها ووضعته تحت رعايتها، هي التي أعادت الهاربين وجمعت الفارين، هي التي هدأت الجنوب وأخضعت ثائريه، زوج الملك إياح حتب فلتحيا. متهيألي الجملة دي أو الفقرة دي بتقول إن هي اللي حطت الخطط، وهي اللي قدرت إن هي ترجع الناس اللي هربت، وقدرت إن هي تسيطر على الجنوب. أعتقد إن الجملة أو الفقرة دي بينت إن الست دي ما كانتش مجرد زوجة ملك وأم ملك، ولكن كانت من ضمن الحاجات اللي ساعدت على انتصار مصر في الفترة دي. معنى كده ان الست دي كانت بتبث الروح ان الناس تقدر تحارب، وما اعتقدش ان سهل على اي ام ان جوزها يموت فتودي ابنها فيموت، فتودي ابنها التاني اللي ممكن برضو يموت. معنى كده ان الست في الفترة دي كانت عندها عزيمة الرجال وصلابتهم، ودي إياح حتب أم الملك وزوجة الملك اللي ساهمت في حرب التحرير في ضد الهكسوس. دي حدوتنا النهاردة، وأتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وسلام عليكم.